They have any milk in the glass? There any milk in the glass؟ يا ترى هناخد مين هنا؟ طيب هنا واضح، عايز اقول لك هل يوجد او هل كان يوجد اي لبن في الكوبايه؟ طيب تعال نشوف كده. واضح كده was. والله was مش عارفين هتنفع ولا لا، بس بنسبه كبيره هتبقى اجابه صحيحه. طيب دو لا، ليه؟ لازم يجي بعد منها infinitive. دو لازم يجي بعدها الفعل فين؟ في الانفينيتيف. مفيش هنا عندي انفينيتيف، يبقى هستبعد مين؟ هستبعد دو. طيب ار، بس هنا انا بتكلم عن اني ميلك. ده هنا ايه؟ ده اسم مفرد، يبقى مش هتنفع ار، لان ده ار دي مع مين؟ مع الجمع. معايا يا شباب؟ شفت انا بعمل ايه؟ يبقى انا بمسك كل اجابه اقول لا دي تنفع او ما تنفعش. طيب هاف، حلو جدا هاف، بس احنا اتفقنا ايه؟ ان هنا هاف مع مين برضه؟ مع الجمع. يعني مش هتنفع هاف ولا تنفع ار ولا تنفع دو، وطبعا كلهم للاسف مع الجمع، واللبن هنا يعامل معامله المفرد. اذا الاجابه الصحيحه مين؟ برافو عليكم، هتبقى مين؟ هتبقى was. اوكي يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعده. he no money. he no money. he was هو كان، لا مش معناها، المفروض عايز اقول لك هو ما عندهوش اي فلوس. مش يكون، طبعا احنا مش عايزين فيرب هنا، فيرب بي. واضح كده احنا عايزين فيرب ايه؟ فيرب هاف. هو عنده لا فلوس، يعني ما عندوش اي فلوس. احنا عيلة نو هنا عيلة اني. اني دي عموما بتيجي مع مين في السؤال؟ اني دي بتيجي مع مين؟ سؤال وجملة منفية. سؤال وايه؟ وجملة منفية. واضح ان دي هنا جملة سؤال، تمام؟ نو لازم تيجي مع جملة مثبتة. لازم تيجي مع جملة ايه؟ لازم تيجي مع جملة مثبتة، بس هي بتفيد النفي. بتفيد الايه؟ النفي. طيب هي دو هو يفعل، لا فلوس ولا هي ار. طبعا ار استحالة اصلا كأنها تيجي مع هي، وهي ودو، وكمان استحالة بتبقى في المعنى بمعناها يكون. ولا هاز. ايوه هاز هنا بمعنى ايه؟ يمتلك. ايوه